محلاها عشت الفلاح إذا نظرت إلى وجوههم ترى فيها أرض مصر وسمرتها، وفي عيونهم زرقة سمائها. يخاطبون أرضها وتخاطبهم، يسمعون أنينها فيلبون نداءها، تجود عليهم بخيراتها، فتملأ الفرحة البيت الأخضر الصغير، وبعرقهم وعملهم ترفع رايات بيتهم الأكبر مصر، وحضنها الدافئ يملأ صدورهم أملا ورغبة في عود حميد لمصر وأرضها الخضراء. دي إمكانيات كيماوي يسمى بالزراعة، ووفر له الأعلاف عشان يقني مواشي، وهو يرجع أحسن من زمان. يعني زمان كان في أعلاف بجميع أشكالها وجميع أنواعها، وكان في كيماوي كتير جدا بندي للأرض. دلوقتي مفيش، والأعلاف ما بنعرفش نقني بهايم زي الأول. عايزين نقني بهايم، ننتج ألبان، ننتج لحوم بلدي نصدرها للبندر. الحمد لله عندي 4 رجاله كلهم متعلمين تعليم عالي، منهم واحد شغال في محكمه، وواحد شغال في الاستاذ في جامعه الازهر، وواحد مدرس في معهد الدين. يعني في الاجازات بيشتغلوا معانا. لو يكون في انتاج هنحصد رز، هنحصد قمح، هنعمل ايه، يحصدوا معانا ويزرعوا. هنزرع بيزرعوا معانا، بنحصد بيحصدوا معانا، يساعدونا في الزرع. يعني والله البيت الفلاحي كله خير، في جبنه وسمنه وقشطه، وفي حاجات جميله كتير قوي يعني، وفي دواجن وفراخ وبط ووز موجود الحمد لله، كل حاجه موجوده. وفي بيت بقى للجماعه اللي اتعلموا، يعني احنا عاملين بيت للفلاحين وبيت للجماعه اللي هم بقى اللي وصلوا للدرجات العليا في التعليم. محلاها عشت الفلاح مطمن قلبه مرتاح. عم أحمد فلاح مصري أصيل، مزرعته هي حياته. أجمل طعام دخل جوفه وهو بين حقوله، ينظر إلى نبتته وهي تترعرع أمام عينيه، يحمل بين عينيه هموم زرع أخضر لطالما أفضى إليه بكل أنين يشعر به. عم أحمد هذا الفلاح الذي حرص أن يكون أبناؤه خير سند لفلاح مصري أصيل، فصالوا وجالوا حتى وصلوا إلى أعلى المراتب العلمية، لكن في عيونهم خضرة أرضهم وسمرة وجه أبيهم الفلاح العظيم. زارعا حاصادا، حروف وكلمات تعني الكثير والكثير لفلاح مصر من أقصاها إلى أقصاها. فالأرض هي حياتهم، ووطنهم هو أملهم، فكم طال اشتياقنا إليك أيها الفلاح العظيم. صلاح عبد الله، قناة القاهرة، التلفزيون المصري. فرحان